دمبل 50 عمره ما كان تقيل. كلمة السر هي يا متين يا رب اللي بتدينا القوة. ازيك يا كابتني؟ بقالنا كتير ما عملناش فلوج تمرين عضلات الدفع، فالنهارده انا عملت لك احسن الزوايا الفعاله اللي ممكن تحطها في تمرين عضلات الدفع بتاعتك. فكل اللي عليك دلوقتي انك تتشجع معايا كوبايه القهوه بتاعتك عشان اوعدك وانت بتتفرج على الفيديو ده هيطلع لك عضلات. بس اهم حاجه تتاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك عشان هو كمان يستفيد وتتابع كل لحظه، علشان صدقني كل حاجه هتطلع في الفيديو ده هي مفيده جدا. بس على فكره انت لحد دلوقتي ما كتبتليش كلمه السر يا متين يا رب. يلا بينا هنبتدي النهارده يا كابتني. واحد من اهم التمارين لعضلات الصدر هي تمرين الدمبل العالي. طلع الكرسي درجتين لفوق وخلي المسند بتاع المسند من تحت فلات علشان ظهرك يكون مستقيم تماما، لان انت خد بالك ساعات بشوف ناس كتير قوي وهي شغاله على الكرسي العالي مفروض الظهر بتاعها يكون انكلاين، لكن اللي انا بشوفه عشان الوزن بيكون تقيل عليها تقوم عامله كده برجلها فيصبح جسمها كله فلات، يبقى هما كده ما بيلعبوش انكلاين اساسا. فمفروض عشان تستفيد من الانكلاين بتاع الكرسي وسطك وظهرك يكونوا مفرودين ولازقين في الكرسي وانت كده ثابت. دي نقطة. أنا دلوقتي هاخد مجموعة تسخين عشان أسخن الجهاز العصبي بتاعي، مفيش حاجة اسمها سخن، أهيئ الجهاز العصبي بتاعي عشان الناس بس اللي بيركزوا على الجمل والحاجات دي. المهم هاخد دمبل مش تقيل قوي، اثبت ظهري كويس، اطلع بركبي بزق لفوق كده، اطلع بركبي، كتفي بقى ما يكونش 90، كتفي داخل لجوه شويه وايدي مش عامله كده، ايدي عامله كده وازق لفوق. واحد، قبل ما كوعي يتفرد اكون نازل تاني. اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، 10. لازمة ايه اللي انا عملته دلوقتي ده؟ لازمته اللي انا خليت العضلات بتاعتي تشتغل في الحركة اللي انا المفروض هبدأ بيها. تاني حاجة الجهاز العصبي نفسه ادى اشارات للعضلات المساعدة والعضلات الرئيسية بحيث اللي هي تشتغل، فبالتالي لما اخش على اتقل وزن على طول اكون عملت اللي انا المفروض اعمله. دي نقطة. صور كده المنظر ده. المنظر ده انت ممكن تشوفه في جيمات كتير قوي، ومع الاسف ده ملوش علاقه بالاداره بتاعت الجيم او حتى بالناس اللي شغالين في الجيم. المنظر ده سببه الناس اللي بيتمرنوا في الجيم نفسهم. لما انت تكون بتتمرن وبترمي الاوزان وما بتحطهاش مكانها، انت مش بس بتضيع وقت كبير على نفسك اللي انت تدور على الاوزان، وكمان ممكن تسيب نفسك، لان بمنتهى البساطه دمبل زي ده مثلا 25 كيلو هو محطوط على الراك اللي المفروض يتحط فيه 10 كيلو بس، فبمنتهى البساطه ممكن يقع يأذيك. دي نقطه. النقطه الثانيه انت كده بتعيق الناس اللي بيتحركوا او كمان بتعرضهم للاصابات. فلو سمحت خد بالك كويس جدا ان انت لما تخلص التمرين تحطه مكانه. مع الاسف ما تجيبش حجه اللي انت مش قادر، ما انت لسه لاعب بالدمبل ال 30، خلي عندك شويه طاقه تحطه مكانه. 5 ثواني او 10 ثواني راحه وابتدي المجموعه. يلا بينا. الخطه كالتالي يا كابتني. دمبل 50 طول عمره تقيل سواء على بادي بيلدر كبير او صغير، فالخطه كالتالي اللي احنا هنروح نمسكه ونقول له انت دمبل 25. تعال نجرب. ايه انت دمبل 25. ده طلع عادي اهو. انت دمبل 25 برضه طلع عادي. شفت؟ نسند ظهرنا كويس على الكرسي. سمي الله. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة حلوين. لسه أول مرة نرجع نلعب بالدمبل، فطبيعي الجهاز العصبي بتاعنا يكون مش متعود على الحركة. أنا تقريبا بقالي شهر ونص مش بتمرن بالدمبل، كنت بتمرن بالبارات بس. ده يقول لك ان انت النظام التدريبي بتاعك لازم يكون منوع ما بين الدمبل والبار والماشين. هستريح 5 دقايق، خش على الزاويه اللي بعدها. هدخل بعديها كابتني تفتيح عالي على الكيبل، واهم حاجه تعالى قرب معايا كده. بص انا ايدي فين؟ البكره بقى هتكون في مستوى كف ايدي والماسكه نفسها في مستوى كف ايدي. دي نقطه. النقطه الثانيه دي تاني مجموعه ليا. انا اول مجموعه لعبت 12 عده، دلوقتي تقلت الوزن كمان بحيث ان انا اكون في رينج عدات من 8 ل 10 عدات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت نفسك كويس، طلع صدرك لفوق واسحب لفوق عند دقنك كده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كده احنا اخدنا مجموعة في رينج العدات اللي انا عايزه، يبقى كده هاخد مجموعة كمان وكفاية كده على الشكل ده. بس هنقلك انت للتمرين اللي بعدها. هاخد 3 دقايق راحة،
خش على اللي بعده. ندخل بعديها كيبل كروس على الكيبل برضو، هنطلع البقرات فوق. ويركز معايا كويس في الاداء علشان في الاخر هشرح لك فرق مهم جدا. ثبت نفسك كويس وزق. 1 2 3 4 5 6 7 8 حلوه قوي المجموعه دي. بص يا سيدي، الكيبل كروس ممكن تاخده بطريقتين. طريقه فلاي اللي انت بتعمل كده وبتعمل كده، وطريقه ثانيه بريس. الطريقه البريس بتخليك تقدر تشيل اوزان اكتر، فبالتالي تعمل تحفيز اكتر الالياف العضليه. الفلاي كويسه بس لما تحب تعمل استرتش اكتر. فاهم حاجه الجدول بتاعك يكون فيه الطريقه دي وفي الطريقه دي. 5 دقايق راحه، خش الزاويه اللي بعدها. ندخل بعديها كابتني ماشين شولدر بريس. الماسكه الداخليه يعني ايدي مش هتبقى كده، ايدي هتبقى كده. خد بالك من حاجه مهمه جدا، ساعات كتير بتلاقي ناس الصدر عندهم من فوق ضعيف جدا او من الزاويه دي ضعيف جدا. ده ناتج اللي هم متخيلين تمارين الصدر بس هي اللي بتجيب الصدر العالي او اجزاء الصدر نفسها. كمان تمارين الكتف الامامي بتجيب عضلات الصدر كمان. فلازم الجدول بتاعك يكون مصمم بناء على نقط الضعف اللي عندك، مش تمارين صدر وكتف وخلاص. هنمسك الماسكه دي كده وافرد نفسي كويس واسمي الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. حلوه قوي التمرينه دي، والزاويه دي فعلا جابتها في الحته اللي انا عايزها بالظبط. بالمناسبه ادخل عندي على انستجرام في الهايلايت بتاعت نتائج الالتزام، هتلاقي ناس عملت نتيجه في خلال اسبوع واحد بس، وهم ما فهمش حاجه زياده عنك. انت كمان تقدر تعمل نتيجه في 4 اسابيع، 8 اسابيع و12 اسبوع. فلو مهتم ابعت دلوقتي اسالني عن باقات التدريب الاونلاين، لان انت بتاخد خدمه متكامله من متابعه اسبوعيه كل يوم لحد برنامج تدريبي وغذائي وبرنامج مكملات على حسب الميزانيه بتاعتك. استريح 5 دقايق، خش على الزاويه اللي بعدها. ندخل بعديها يا كابتني على اهم تمرين لعضلات الكتف الجانبي، التمرين اللي مفيش غيره هيعمل لك نتيجه بالشكل ده. تمرين الرفرفه الجانبي بالدمبل، بالكيبل، باي وزن انت ممكن تمسكه. انا زمان كنت بمسك ازازه ميه عاديه خالص واقعد اعمل كده بس، ما كانش فيه احسن من كده زمان. فلازم على الاقل تاخد مرتين رفرفه جانبي او 3 مرات في الاسبوع عشان فعلا تلاقي منه نتيجه كويسه جدا. لان تمرين الكتف الجانبي مع الاسف ما فيش تمارين كتير بتستهدفها، زي مثلا تمرين الصدر وانت بتعمل بوش. الكتف الامامي اشتغل اهو، انت شايفه دلوقتي زق معايا. الكتف الخلفي وانا بسحب بيشتغل برضه، لكن الجانبي اللي في النص الغلبان ده مفيش تمارين كتير بتشغله. عشان كده لازم تحط له انت زوايا فعاله بحيث ان انت تلاقي منه نتيجه. هاخد بقى الدمبل بتاعي، وخد معلومه مهمه جدا، كل ما تخلي ايدك مفروده اكتر وانت بتعمل تمرين الرفرفه الجانبي كل ما الوزن يبقى تقيل جدا عليك، لان انت بتبعد الوزن عن العضله فبتبذل مجهود اكتر عشان تشتغل. وكل ما بتقرب ايدك كده وتعمل كده كل ما الوزن بيبقى قريب، فبالتالي الوزن بيبقى خفيف. ايه الصح يا كابتني اللي انت المفروض تعمل ايه فيهم؟ في الحالتين صح، بس اهم حاجه اللي انت تنوع ما بين الشكل ده والشكل ده علشان تستهدف اكتر الياف عضليه ممكنه. يلا بينا نسمي الله. انا النهارده هخلي ايدي مفروده شويه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هو بصراحه يعني مش هخبي عليك، واحد من احسن التمارين اللي انت ممكن تحطها عضلات الكتف في حياتك كلها، سواء وانت بتتمرن تمارين مختلفه لعضلات جسمك كلها او تتمرن كتف لوحده. فعلا حاجه مهمه جدا جدا جدا. 3 دقايق راحه واخش الزاويه اللي بعدها. في بقى حاجه مهمه جدا ممكن تاخد بالك، اللي انا ساعات ايه اللي انا ماسكه، استنى ارجعها. ساعات بقول لك 3 دقايق راحه، ساعات بقول لك 5 دقايق راحه. ايه الفيصل ما بيننا؟ اول حاجه لازم تكون عارف اللي كل ما التمرين اللي انت تكون بتشغله بيشغل مفاصل اكتر، فهنا في عضلات كتير بتشتغل وتحفيز عالي اكتر للجهاز العصبي بتاعك، فبالتالي بتحتاج راحه اكبر. زي مثلا تمارين البريسز، تمرين البريس انت بتشغل الكتف وبتشغل الكوع وبتشغل المعصم، فبالتالي عضلات كتير بتشتغل وجهاز عصبي فعال اكتر. ده بيحتاج وقت اكتر علشان تستريح. انما مثلا لو هتتمرن باي بس كده، ليه تاخد 5 دقائق راحه؟ اول حاجه عضلات الباي عضلات صغيره، فبالتالي مش هتقدر تشيل فيها مثلا 50 كيلو. زي مثلا تمرين البنش بريس ممكن حد يشيل 50 كيلو، فبالتالي بيحتاج وقت اكتر للاستشفاء
عشان يقدر يكمل تاني. فحطها قاعده في دماغك، لو مفصل واحد بس اللي بيشتغل من دقيقتين ل3 دقائق، لو اكتر من مفصل بيشتغل من 3 دقائق لحد 5 دقائق و6 دقائق كمان. وطول ما انت بتشيل وزن تقيل وتخطيت مرحله ان انت بتشيل وزن جسمك، يفضل ان انت تخليك 5 دقائق فيما فوق. يعني مثلا ايه، واحد وزنه 100 كيلو شايل 150 كيلو سكوات مثلا، ده مش هينفع نقول له 3 دقائق راحه، احنا كده يعني بنحطه في حته بتاعت اصابات. لكن ممكن نقول له 5 دقائق او حتى 10 دقائق من الراحه ما بين كل مجموعه والثانيه. الناس بتوع رفع الاثقال فعلا ممكن ياخدوا 10 دقائق وربع ساعه ما بين كل دور والتاني، لان هم بيعملوا مجهود عالي جدا جدا جدا. اتمنى ان النقطه دي تاخد بالك منها في التمرين عشان هتفرق معاك بشكل ملحوظ جدا جدا. زي ما قلت لك، تعال نخش على اللي بعده. وجدت حته دين زاويه للتراي اتمرنتها من يومين فاتوا، فعلا عملت معايا شغل كويس جدا، وكمان ما سببتليش وجع في المفصل بتاع الكوع، لان انا عندي مشاكل في الكوع من تقريبا رمضان. بص يا سيدي، تعالى كده قرب. اول حاجه البقره في اخر حته خالص. تاني حاجه حاطط المسطره الفلات، بمسك وادخل صبعي جوه، اثبت كوعي كويس، اسحب وانزل بظهري، اخلي كوعي تقريبا كده قدام وشي، وابتدي انزل لتحت بثبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قوية جدا، لازم تجربها وتحطها في النظام التدريبي بتاعك. في نقطة مهمة عايز اشاركها معاك. في شباب كتير شاغلين بالهم بمشاكل بتاعت ناس بتوع مستر اولمبيا، او تفاصيل بتاعت ناس بتوع مستر اولمبيا. انا وانت ناس هدفنا اللي احنا نعمل كتلة عضلية، شكلنا يبقى حلو، صحتنا تبقى حلوة، ومش نازلين ناخد بطولة. البطولات بتاعت كمال الاجسام هي بتبقى شويه غير عادله. ايه السبب؟ ان انت بتاخد نقط من كذا نوع من الحكم، وفي نفس الوقت الحكام بيتفقوا على شخص واحد بس. جايز كتير جدا الشخص اللي يكسب ده يكون بس جيناته احسن، ما تعبش اكتر في الدايت او حتى في التمرين. فالنقطه هنا لما انت تفكر في شورت هيد، لونج هيد، ميديال هيد، في ترايسبس، صدقني هتفضل تتمرن كتير ومش هتكون راضي عن شكلك، رغم ان انت عامل مستوى كويس جدا. لو قارنت نفسك بسنه فاتت هتلاقي نفسك فعلا عامل مستوى كويس. فما تقعدش تفكر دي هتجيب شورت ودي هتجيب لونج، لان كده كده السان شورت واللونج والحاجات دي مش هتبان غير لما نسبه الدهون بتاعتك والميه تبقى قليله جدا. فدي حاجه مش بتاعت الناس الطبيعيه. انت جسمك عشان يكون صحي لازم يكون فيه نسبه دهون ونسبه عضلات ونسبه ميه. قررت ان انت تشيل نسبه الدهون والميه دي وتعيش بس بعضلاتك، مش هينفع، ربنا ما خلقناش كده. فاهم حاجه ان انت تتمرن عشان صحتك وتنبسط، وفي نفس الوقت تعمل النتيجه اللي انت تقارن نفسك بنفسك من سنه فاتت. 5 دقايق راحه، خش على الزاويه اللي بعدها. احمد عجلان المركز الاول. ممكن في يوم من الايام اسمع الجمله دي، اللي انا خدت بطوله محترفه مثلا. ده لو انا في يوم من الايام اتهفيت في مخي ونزلت بطوله، مش عارف ممكن اعمل كده ولا لا. المهم، بص يا سيدي، هنخش تراي برضو على المسطره. هنخلي البقره من فوق زي ما احنا عادي جدا، بس التركايه هنا بقى ثبت كوعك كويس قوي في جسمك، افرد ظهرك وخلي الحركه تبدا من فوق، زق لتحت. 1 اطلع تاني لحد فوق، 2 3 4 5 6 7 الله يمسيه بالخير عمك دورين ييتس. كانت رياكشنات وشه دايما كده في التمرين. ولو ما تعرفش مين دورين ييتس، فده شخص كان كبير قوي ومفصل قوي وعنده جلد وعضلات بس، مدوش حاجه تانية. اعتقد مفيش عظم، هو جلد وعضلات بس. فده دورين ييتس. كان متبع قاعده مهمه جدا في التمرين بتقول اتمرن لحد ما الجهاز العصبي بتاعك يموت. كده يا كابتني خدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. اتمنى ان انت تكون فعلا استفدت وانبسطت من العرض بتاع الفيديو. اهم حاجه ان انت تكون متاكد ان ربنا دايما جنبك ومعاك. خليك عندك يقين بالله، هتوصل لكل حاجه. تاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه سيبولي في الكومنت او في الدايركت مسج. سلام.